النهارده بقى احنا هنعمل بلاطه. اللي احنا بنخبز عليها، يعني البلاطه اللي احنا هنحطها في الفرن البلدي وبنخبز عليها. انا مش هقول لك يبقى اقل الاسعار ولا بارخص الاسعار، انا هقول لك ببلاش من غير جنيه. هتعملي بلاطه كده من غير ما تدفعي، ما تغرم جنيه، بحاجات موجوده عندك في البيت ويعني موفره جدا جدا. اول حاجه خلينا نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا يا رب تكونوا باحسن صحه واحسن حال، وحشتني كتير كتير من الفيديو اللي فات. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله كده يا جماعه. انا هعمل معاكم بلاطه لان ناس كتيره، انا عملت البلاطه والفرن وعملت كل حاجه قبل كده على القناه، بس لقيت عليها تفاعل كتير، والناس كتيره تخش تقول لي طب ايه المكونات، طب انت عملتها ازاي، طب هي معموله باسمنت، طب هي معموله بحديد، طب هي معموله بياه كده. يعني سؤالات كتيره جو بيقولوا انت ما قلتش لنا التفاصيل. في ناس بتزعل جدا وتقول احنا دخلنا الفيديو وسمعناه للاخر ما فهمناش منك حاجه، ولا انت عرفتينا المكونات بتاعه البلاطه والفرن، ولا قلت لنا على كل التفاصيل، ولا فهمتينا اي حاجه خالص. فانا جايبه لكم الفيديو ده مخصوص علشان افهمكم ازاي تعملوا بلاطه بكل تفاصيلها وتكاتها وكل حاجه فيها كده، وبلاطه تعيش، يعني تعيش سنين كده ومتعه وحلوه، ولا تغرمي فلوس، ولا هتشتري اسمنت، ولا تشتري حديد، ولا تشتري اي حاجه خالص. هتعملها بحاجات ممكن ترميها، يعني ممكن تعتبرها عزك الله، تعتبرها زباله. يعني الحاجه اللي بتعمل بيها البلاطه دي، يعني انت ممكن تعتبرها زباله وترميها عزك الله يعني. حاجات متوفره في البيت. اهم حاجه ما تنساش ام محمد بالعجيب، ولا بشوف قناتنا لاول مره يشتركنا فيها ويفعل الجرس ويدوس على كلمه الكل علشان ايه جديد احنا ننزل يوصلنا على طول. طبعا احنا قناتنا كان ريفيه ومحتوانا ريفي، اي حاجه نقدمها في قناتنا فهي ريفيه، بتتكلم عن حياه اهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين بقى، وشغل مع كانوا فرن الطين والحياه البسيطه الطبيعيه دي اللي كلها رضا وكلها كده سماح وكلها حب، حياه اهل زمان الناس الطيبين. فبص يا جماعه بقى، دي كله موجود في محتوانا. فناس بتشجعنا علشان هي بتحب تاخد معلومه مننا، وفي ناس تاني بتشجعنا علشان هم بيحبوا يشموا روايح زمان عندنا في قناتنا وبنفكرهم بيها. بس خلينا بقى نخش في الفيديو بتاعنا واقول لكم دلوقتي مكونات الباطه. وقال احنا ناخد هنا كده كنست المكان ده كله. قلت عشان خاطر اكنس المكان بموريش حاجه، يعني لما اقعد اعمل البلاطه كده بموريش حاجه، عملت كل شغل البيت، يعني انا عملت شغل البيت كله. بص اولا يا جماعه اعزكم الله، ده اللي انا بفرك فيه ده حاليا، ده روس مواشي. طبعا انتوا شايفينه وشايفين كل تفاصيل اهو، عشان انا كنت جايبه كل حاجه قدام كده على في الصوره واضحه، وقالوا لي انت ما قلتيش. طب بس الحاجه كانت واضحه، يعني الحاجه كانت واضحه خالص، الحاجات اللي انا حطاها كانت باينه واضحه يا جماعه. لا بيقولوا انت ما فهمتناش يا المكونات. اولا ده تراب ارض زراعيه اللي جنبيه ده، اللي هو لسه تراب، ده ما تحولش لطين لسه، يعني بقى لسه تراب اهو. ده تراب ارض زراعيه. ثانيا ان انا بفرك فيه ده روس مواشي. اعزك الله اعزك الله، خاصه يعني روس الحمير. ولو حد عنده احصنه وكده يبقى روس الاحصنه والحمير والحاجات دي، فاهمني؟ ده بفركه كده علشان هو بيبقى كتل كده، فانا بفرك كده علشان عشان اخلطه في الطينه، يعني عشان اخلطه في الطينه. دي المكون. المكون التاني، هو قلبين طوب احمر ملجحين عندك في البيت، ملهمش اي 30 لازمه. يعني طوب احمر مكسر كده مرمي عندك في البيت، مرمي على السطح اللي انت مش عايزاه خالص. هتجيبيهم وتدقيهم وتحوليهم لطوب احمر مدقوق كده ناعم علشان هتدخليه في الطينه، فاهماني؟ بس ده كله في الحكايه كده. انا بدات ان انا اخمر الطينه اهي. اخمر الطينه بقى، هضيف عليها المكونات دي، هضيف عليها الروس المواشي ده، وهضيف عليها الطوب الاحمر المدقوق، وبسيبها بقى تتفاعل مع نفسها خالص، تتفاعل مع نفسها. لان انا اصلا شوفوا في الفيديو ده اصلا انا مش هدوق معاكم البلاطه هدوقها معاكم في الفيديو الجاي. يعني انا هصنع البلاطه في الفيديو الجاي، اما الفيديو ده بوريكم التفاصيل الدقيقه لكل حاجه، يعني الخلطه ازاي، يعني الخلطه تقليبها ببعضيها تبقى عامله ازاي، المكونات اللي احنا قلبناها ببعضيها. يعني انا بفهم كل حاجه اهو، بس ركز بس معايا في الفيديو وانت تفهمي انا قلت بالظبط. لان في ناس بترجع تقول يعني احنا ما فهمناش انت المكونات مش كده يا جماعه. دي الوقت انا الفرن، طبعا الفرن اللي انا قاعده حاليا دلوقتي قدامه وبعمل الخلطه دي. الفرن دي طبعا انتوا كنتوا معايا، الناس اللي شافتني، الناس اللي عندي من زمان وشافتني لما عملت الفرن، شافت فيديو الفرن يعني، وكنت عاملاه فوق على السطح عشان خفت ان انا اعمل الفيديو فوق الفرن تحت قصدي. فالمواشي تدوس عليه تكسر او الحاجات دي يعني والطيور وكده يعني، فمش هينفع. فانا قلت رحت عملت الفرن فوق، عملت فرن بلاطه بجوه كده. يعني الناس اللي شافت الفيديو والناس اللي ما شافتش الفيديو يروحوا يشوفوا اسمه صنع فرن من الطين بدائي، فرن بدائي يعني مصنوع من الطين. انا عامله اصلا فرنين على القناه، فرنين
في فرن اسمه صنع فرن من الطين والمنجد والكانون، وفي فرن تاني اسمه صنع فرن طين بدائي. فاهمني؟ هو بقى صنع فرن طين بدائي ده اللي كنت عاملاه على السطح، اللي هو حاليا انا قاعده قدامه دلوقتي، اللي انا قاعده قدامه دلوقتي ده، وبعمل البلاطه الفرن ده، وهم بينزلوه من فوق. يعني البلاطه حصل فيها شعره خفيفه خالص. فاهمني؟ احنا طبعا متعودين اي فرن عندنا بنعمل له بلاطه ستيبل، يعني بنخلي بلاطه ستيبل موجوده، لان بحيث انها تتكسر البلاطه في اي وقت تبقى عندنا بلاطه زيها نركبها في الفرن. بس انا يعني انا عامله الفرن ده من زمان وكنتش عامله بلاطه ستيبل ولا حاجه، فلما لقيت الشعره اللي كانت في البلاطه او جت ما كانوا بينزلوا الفرن من على السطح، وسعت شويه. يعني البلاطه كان فيها شعره كده في النص مشعوره، فالشعره دي وسعت شويه، فهو ايه شغاله البلاطه شغاله، وممكن تعيش كمان 6 شهور لقدام تاني. فانا ما اضمنهاش برضه طالما هي فيها كسر في النص كده شعره واتحولت لكسر كده، فهي ممكن تقع مني في اي هواك. فانا قلت لا، لازم انا اقوم اعمل لها بلاطه ستيبل كده علشان تبقى في بلاطه كده جاهزه، منين ما تقع دي هتبقى موجوده دي. فاهمني؟ تقع البلاطه دي تبقى موجوده دي. يبقى انا بقى فكرت قلت ما اجي اعمل ايه في بلاطه، فقلت طالما هعمل بلاطه هصورها معاكم واوريكم، لان انتوا سالتوني كتير. يعني لو تخشوا على فيديو الفرن، سواء ده الفرن اللي انا قاعده قدامه ده، سواء الفرن القديم الكبير اللي انا عملته في اول القناه، لو تخشوا على ده ولا ده هتشوفوا الاسئله بتاع الناس قد ايه، والناس اللي يعني كميه ناس. اولا الفرن الاولاني جايب حوالي 350 الف مشاهده، اما الفيديو ده جايب حوالي 98 الف مشاهده. الفرن اللي هو الفرن الطين بدائي ده اللي انا عملته على السطح ده عشان عاملاه من قريب، يعني جايب حوالي 98 الف مشاهده. ايوه. ومازال يعني برضو بيتشاهد لحد دلوقتي، ومازال بيتبحث عليه، يعني مازال بيتشاهد ويتبحث عليه. فطبعا الناس حابه تعرف خلطه الطين، وحابه يعرف الحاجات دي كده، لان البلاطه دي انت بتعمليها موفر عندك في البيت. ده روس مواشي، شويه تراب من ارض زراعيه، قلبين ملجحين في البيت، كساره جوالب، مش لازم تكون قلبين، يعني كساره جوالب طوبها احمر كده، يعني انت ما تكلفتيش اي فلوس خالص خالص. حاجات من عندك من البيت ما فيهاش اي تكلفه خالص، لا شرنا حديد ولا شرنا اسمنت. عشان في ناس كانت بتقول لي طب مكونات الاسمنت، الناس كانت بتفتكرني ان انا عامله بلاطه باسمنت وحديد والناس كانت بتخش تقول لي طب ايديك والاسمنت، طب ايديك هتبوظ من الاسمنت. يا جماعه ده طين مش اسمنت، انا اصلا ما بعملش حاجه باسمنت. انا اسمنت دي مش شغلتي اصلا، يعني انا شغلي كله في الطين، سواء بعمل صومعه، سواء بعمل خن، سواء بعمل فرن، سواء بعمل كانون، سواء بعمل منجد، اي حاجه انا عملتها معاها القناه بعملها من الطين. والخلطه اللي انتوا شايفينها دي من الطين. انت بقى لو ما عندكيش طوب احمر كمان، شوفي هسهلها لكم خالص، تبقى روس مواشي والطين. في ناس بتخش كمان تقول لي طب احنا مش متوفر عندنا روس المواشي، طب اعملها ازاي؟ هتجيبي تبني الجمح، تغربليه بالغربال، التراب اللي هينزل من تحت الناعم اللي هو التبن الناعم خالص اعمليه بيه، بس سيبيه يختمر في الطين. يعني انت اخلط الطين بالتبن الناعم ده وسيبيه. احنا زمان كانوا بيقولوا احنا بنصيب الطينه ايه، عزك الله، بنصيب الطينه تعفن، يعني تطلع لها ريحه. فاهمني؟ علشان اما تطلع لها ريحه كده الطينه كده خلاص كده الطينه بقت ناشفه معاهم. فاهمني؟ فانت لو انت ما عندكيش راس مواشي، فانت اعملي جيبي تبن جمح وجيبي الغربال وهزيه كده شطره وحلوه كده، وهزيه كده وحشي الخشن اللي فوق يا حبيبه قلبي، وخدي الناعم اللي من تحت يا غاليه وحطيه بقى في الطين وسيبيه يتفاعل يومين، وهو كأنه روس مواشي كده. انا سهلت عليكي خالص عشان ما تخشيش تقولي طب انا يا ام محمد ما عنديش روس مواشي او مش متوفر ليا روس المواشي، فاعملي كده. فاهماني؟ بس انا سهلت عليك. الطوب الاحمر لو ما عندكيش بلاش منه خالص، ما تحطش، بس ادعك الطينه حلوه سيبها تاخد في بعضها زي ما قلت لك كده. ادعك الطينه حلوه خالص خالص، دعكه حلوه، اديها حقها وسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعضها. دي كل ما في الحكايه. في اسهل من كده تاني؟ طبعا مفيش اسهل من كده. محدش يزعل ويقول يا ام محمد انت ما قلتيش ولا سهلت علينا ولا عملت حاجه. فبصوا دي كان الفيديو بتاعنا اهو. يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب يكون امتعناكم، يا رب يكون دايما عند حسن ظنكم. وما تنساش ام محمد بالاعجاب، واللي عنده جروب وعنده اصحابي شير لنا الفيديو علشان الفيديو يتشاف وقناتنا تتشاف وقناتنا تكبر ونستمر معاكم كده. هنا انا كنت خلصت يا جماعه الخلطه، سبت الطين يتفاعل لتاني يوم عشان اعمل معاكم كده. لميت التراب على جنب، التراب الباقي بقى عشان احتفظ بيه، طبعا انا مش هرميه عايز اعمل بيه حاجه تاني، اعمل بيه كانون، اعمل بيه حاجه، ارش عليهم ميه كده واترككم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.